السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعني مزيان، راني تجربة حياة. الوقت اللي كتكون حكومة ديال المناضلين السياسيين ينجحوا في الانتخابات، كيجيبوا كفاءات وكيبداو يصلحوا في التعليم والصحة ويحاربوا الفقر والهشاشة ويحاربوا ونوضوا بالاقتصاد وبالتنمية البشرية ويدافعوا على البلاد وعلى الوطن وعلى الشعب. حكومة بحال هادي في أي حوار اجتماعي كتلعب الوسيط ما بين الباترونة والنقابات، والكفه ديالها كتميل للنقابات، كتميل للطبقه المسحوقه، تميل للشعب المسحوق. لكن ملي كتكون حكومه ديال الباترونه واش غيدافعوا على الشعب، كتواجه النقابات لان كيدافعوا على الباترونه. حكومه الباترونه تدافع على الباترونه والمصالح ديال الباترونه ويسنوا القوانين اللي تخدم المصالح ديال الباترونه والمراسيم وداكشي اللي كتخدم المصالح ديال الباترونه، ماشي الطبقه الشغيله، لان هما اللي كيتحكموا في الاقتصاد، هما اللي كيتحكموا في الاسعار، هما اللي كيتحكموا في كلشي، باغيين يربحوا. شتي الحكومه ديال الباترونه، الفرق ما بين حكومه الباترونه وحكومه المناضلين. يلا يسنوا لك القوانين اللي كنتي سكران ما يشدوكش، كنتي مع وحده ما يشدوكش، يلا يلهيوك. تحياتي.